السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الوحش البادجي الإنجليزي إن شاء الله بإذن الله. تمام، نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا بكم في قناة الوحش البادجي الإنجليزي. كنت أول مرة تشوفنا أو أول مرة تتابعنا، اعمل لايك وشير ومتابعة عشان توصلك كل فيديوهاتنا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله أنا بلاحظ في مجال البادجي الإنجليزي بلاقي في بعض ناس جميلة جدا محترمة جدا، وأنا بحترم آراء كل الناس طبعا وعلى راسي من فوق، بس بلاقيهم بيمسكوا مثلا عصفور نص ويقول لك ده عليه إنجليزي، ولما بيجي بيكتب الإعلان بيكتب يقول لك إيه ده مواصفات عالية جدا، وفي حاجات بيقول لك مواصفات في يوجد ذكر إنجليزي مستوى شامبيون. يا جماعة الكلام سهل، لكن الفعل حضرتك لما تيجي تشوف الإعلان وتيجي تتصل بحضرته، يا فندم لو سمحت ممكن الصورة أو ممكن الفيديو أو ممكن صورة الذكر اللي حضرتك عارضه، في الآخر نلاقيه نص. طب الراجل ده جاب المعلومة منين؟ أنا أقول لك جاب المعلومة منين. المعلومة إن إحنا دلوقتي اللي عنده عصفور إنجليزي هو نفسه يبقى نص. طب إزاي إنجليزي ونفسه يبقى نص؟ لا العكس بقى، النص بيبقى نفسه يبقى إنجليزي، فيبقى عنده حته نص ويقول لك ده ذكر انجليزي، اصل ده جاي من تحت انجليزه. تمام، وتفضل الموضوع يتدنى 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 لحد ما نوصل لمستوى ضعيف جدا، وفي الاخر نتكلم عليه ان هو انجليزي. حقيقي فعلا دي الانجليزه بتجيب مستويات سرده، تمام، بس بتقلب معانا في العيش، ممكن اول جيل تاني جيل تالت جيل مفيش اي مشاكل، تمام، بس في الاخر بتجيب مستوى كويس للاهالي، دم سلاله ومشي. بس المشكله بقى ان احنا بنقابل ناس بتلاقي ماسكه السرده ديت، وهو حتى كمان ما يعرفش يعني ايه سرده، هو يقول لك ده انجليزي. طب انجليزي ايه؟ مواصفاته ايه؟ شكله ايه؟ فانا حبيت النهارده اتكلم عن الموضوع دوت عشان لقيت في ناس كتير جدا بتختلف عليه، وفي ناس كتير يعني بيضحك عليها وبتدفع ارقام في حاجات، يعني معلش مع احترامي للجميع، تمام، مبالغ جامده جدا في عصافير نص او سردة انجليزي، تمام. فالنهارده بس حبيت بس ايه نوضح بس صورة صغيرة ونعرف ايه فرق بين البادجي الاسترالي والبادجي الانجليزي. هنمشي تدريجيا واحدة واحدة كده، وهنبتدي من اول البادجي الاسترالي لحد البادجي الانجليزي اللي هو بنقول عليه بادجي هوجو. حجم كويس، شكل كويس، يد كويس، ريشة كويسة، تمام، مستوى مقبول، ينفع ابتدي بيه. ينفع لو في مستوى نفس المستوى دوت عدد ممكن ابتدي بيه مزرعه، وبعد كده ربنا هيكرمني من وراه باذن الله ان شاء الله. نتابع مع بعض نشوف اول عصفور. طبعا ده البادج الاسترالي كلنا عارفينه، تمام، اللي مفيش خلاف عليه خالص، جميل كده. البادج الاسترالي معروف بنساقة جسمه، تمام، ريشه القليل، حجمه المتوسط، تمام، عوده المفروض، تخصيبه كويس جدا، تمام، بيشتغل بطريقه كويسه جدا بانتظاميه، تمام، تقريبا بيشتغل الموسم كله، ممكن صيف وشتاء، ما بيقولكش لا، تمام، لحد ما بتحصل بقى يعني ايه من كتر الانثى لما بتبيض ويبقى في تكاثر كتير وكده، بتبتدي الانثى بقى بدل ما كانت بتجيب في الاول 5 و6 بيضات، بعد كده في الاخر بتنتهي بزغلول او 2. بعد ال5 6 بيضات بيجيبوا 5 6 زغاليل، بتنتهي في الاخر بزغلول او 2، لان خلاص بتكون تعبت ومتقدرش تكمل ومتقدرش تاكل، تمام. ده بالنسبه للبادجي الاسترالي. نبتدي نطلع سنه سنه للنص. ده ذكر بندل نص، تمام، اول درجات النص بعد الاسترالي، بس يمتاز باللون المميز، تمام،
ممتاز باللون المميز، جميل، والشكل الجميل. طبعا في فرق حجم بين ده وبين ده باين جدا، تمام. بين العصفور حتى طول العصفور يفرق، تمام. تمام كده احنا طلعنا من الاسترالي لاول درجات النص، تمام. اتفقنا. ركزوا معايا عشان هنحتاج الكلام ده بعدين، عشان ما حدش يجي يجيب العصفور ده ويقول لي ده انجليزي. متفقين؟ ركز معايا. هنطلع واحده واحده كمان ونجيب الذكر اللاتيني ده اعلى من النص اللي احنا حطيناه، اللي هو يعتبر اول درجه، تمام. طيب ده اداني درجه في النص، واضح؟ برضو في فرق في الحجم، في فرق في الهيد، تمام، في فرق في المستوى. جميل جميل. كده احنا ايه، وصلنا لاول درجات الايه، البادج الاسترالي، اول درجات النص، تمام. نعتبر نقول نص معقول، نص مقبول كويس، اللي هو الذكر اللاتيني. حلو كده، تمام. نجيب السلاكه دي كده خالص، هنخليها على جنب وهنرجع لها تاني. نجيب سلاكه فاضيه تانيه، تمام، ونشوف ذكر نص كويس، تمام. ده ذكر نص كويس، في عقد نلفه كده عشان يبان في الكاميرا، تمام. في عقد، تمام، في هيد، ماشي، في حجم، في طول، في تناسق، تمام. تمام. بتمتاز بقى الانصاص الانجليزه بالوانها الكتير طبعا يعني، تمام، بس ده لون مميز، تمام. ففي ناس كتير قوي بتحب الالوان ديت، دايما بتدخلها في الاسبانكل، تمام. كده اتفقنا، كده احنا قلنا ايه، ادي اول درجات النص الكويس. طيب لما نيجي نعلى ونبتدي نقول الانجليزي تلت، تمام. في مستوى تاني فوق ده في النص بس مش موجود عندي دلوقتي، تمام، اللي احنا بنقول عليه نص عالي. ده نص كويس. في درجة تانية في نص عالي، كلام واضح عشان ما حدش يقول لي ده اخر درجات النص، لا، في درجة نص تانية اعلى من ده بس هو مش موجود دلوقتي عندي حاليا، تمام. تمام. هنقدر نقارن ونحاول ايه نبين اللي بين الفرق العصفور اللي انا هحطه دلوقتي وبين العصفور ده. الدرجة اللي ناقصة بقى او العصفور اللي ناقص هو بين الاثنين. اتفقنا؟ اتفقنا. ده عصفور انجليزي تلت، تمام. اتفرج عليه، سيبه يقف، اتفرج عليه وبص عليه. هنا يبتدي الانجليزي التلت معانا عقد تقيل، في تكشيره، تمام، عصفور في حجم، جميل جميل. احنا عايزين بس يقف ياخد وضعه كده، تمام، كده تمام. كده بان العصفور، تمام، ومستواه كده. ده الانجليزي التالت. كده احنا لحد دلوقتي ماشيين كويس، تمام. تمام. نجيب درجة اعلى تاني من الذكر الانجليزي دوت، جميل. ده كده ذكر انجليزي مش نص ومش نص عالي، ده ذكر انجليزي تلت، تمام. تمام. نجيب الاعلى شوية، ده ذكر انجليزي تاني، تمام، اعلى منه هيد وريشه وعقد.
الذكر الاولاني هو اللي تحت ده، والذكر التاني هو اللي فوق كده. تمام. انا بحاول الف لكم بس عشان ايه نجيب العصفور اكتر من كذا زاويه. عليكم ورجعنا لكم نكمل بقيه الفيديو. تمام. بتاع السردات والنص والانجليزي والبادجي من اول مراحله، من اول النص لحد من اول البادجي الاسترالي لحد الانجليزي الهوجو. تمام كده. اتفقنا. تمام. اخر الفيديو اللي فات احنا وقفنا لحد الذكر دوت انجليزي تلت. تمام. الذكر ده انجليزي تلتين. ماشي كده. احنا وقفنا لحد فين؟ الذكر التاني. طيب لما نيجي بقى نقارن بين القص دول الانجليزي ده للذكر هوجو، الوضع هيختلف. الدرجه ديت تختلف كتير عن كده. انا عوضت لكم الفرده النص اللي هي ناقصه في الانصاص، اللي هو النص العالي. تمام كده. يبقى كل المراحل ان شاء الله باذن الله موجوده ما عدا مرحلتين في الانجليزي. تمام. دي بنوته بنقدر عليها نقول نص عالي. تمام. محترم، اللي هي قريبه من الانجليزي. تمام. بس طبعا عشان لونها المميز. تمام. فاحنا بنحطها في وسط الانجليزي. اتفقنا كده. حيتايه بالحجم ده بالهد ده بالشكل ده، فاحنا بندخلها في وسط الايه الانجليزي، بنقول عليها ايه حاجه محترمه. حلو كده. تمام. جميل. بالنسبه نرجع تاني للذكر الهوجو دوت. جميل. في حاجه اعلى منه بنقول عليه ذكر انجليزي محترم. تمام. هنحط عليه الذكر دوت. تمام. ونقدر نتفرج برضو عليه. جميل. ونتفرج على هده وتكشيرته والريشه الواقفه. تمام. نقدر نتكلم فيه. ممكن نلفه كده تاني كده مستواه بسم الله ما شاء الله كده بان. تمام كده. عندي المراحل من اول البادج الاسترالي. تمام. لحد النص العادي، النص الكويس، النص المحترم، النص العالي. تمام. الانجليزي التلت، الانجليزي التلتين، الذكر الانجليزي الهوجو. تمام. الذكر الانجليزي المحترم. كده اتفقنا. كده فاضل معايا مستوى او مستويين في الانجليزي. تمام. المستويين اللي موجودين في الانجليزي هم اعلى من كده طبعا حجما وهدا. تمام. وطولا وحجما. ماشي. متهيألي كده تقريبا 90% من الاول عصفور الاسترالي لحد العصفور الانجليزي انا عرضته لكم. على الله بس تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله باذن الله كل مره بفيديو جديد بمعلومه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.